السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم عندي فيديو جديد من قناة يوميات شرفة. اليوم غادي ندير معاكم واحد الشلاضة ديال الخيزو كتجي زوينة، وما تنساونيش بابوني وبالتعاليق ديالكم الزوينين. ديروا اللايكات باش القناة تفعل وتزيد للقدام ان شاء الله بفضلكم نتوما. ودابا عندي هنايا كيلو ديال الخيزو درتو يتسلق، وها نتوما معايا ما تمشيو فين. ومن بعد الخيزو درتو يتسلق، ودابا ها هو تسلق على هذا الشكل هكا. دابا غادي ندوز ندير له شرموله، ومن بعد من درت خيزو صفيتو من داك الماء. دابا ندوزو هنايا العطريه ديالها. عندي هنايا الكمون، عندي فلفله حمراء، عندي شو سوداني، عندي شويه ديال الملحه، وعندي شويه ديال الثومه، وعندي القزبر. ودابا غادي ندير زيت العود، غندير واحد شويه ديال زيت العود باش غنقليها تشرموله. ومن بعد غنخليها هنايا كتشحر باش غادي نزيد عليها خيزو. ديك الساعات اللي بغى يعصر الحامض هنايا يعصرو، اللي ما بغاش بلا ما يدير، اللي ما كيبغيش الحامض. ودابا غنخليها هنايا تشحر تشرموله هكا. من بعد ما غتشحر عاد غادي ندير خيزو. درت خيزو هنايا في شرموله. دابا غادي ندوز نشحر خيزو كيجي زوين. صبحوني جربوه كيجي غزال تبارك الله، حتى نديرو شلاضه. وغانتوما معايا ما تشوفين على ما يتشحر هاد الخيزو، نوريكم الشكل ديالو النهائي. ودابا شو الشكل ديالها النهائي كي جات زوينه وغزاله. المذاق ديالها كيجي رائع، وكنرفقوها مع واحد شويه ديال الحامض تعصروا فيها، ولا ديروها هكا على هاد الشكل هكا كي درت ليا انا. كيجي زوين وكيجي بنين، وتاكلوه بالصحه والراحه والعافيه.